مرحبا. أفاد تقرير لمجلة رولينغ ستون الأمريكية قائمة لأفضل 200 مطرب ومطربة عبر التاريخ، وحلت فيه المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم المرتبة 61 على مستوى العالم. ذكرت القائمة المطربين على أساس ما قدموه للفن والتاريخ الذي كتبوه عبر سنوات، وأشار كاتبو التقرير إلى أن القائمة لا تعني أصحاب أعظم أصوات، لكنهم يعبرون عن الأصالة، التأثير، عمق الفنان واتساع تراثه الموسيقي والفني. قال التقرير أن أم كلثوم ليس لها أي شبيه بين المطربين الآخرين، ومثلت لعقود روح العالم العربي. في عام 2001 دشنت وزارة الثقافة المصرية متحفاً لأم كلثوم داخل قصر حسن باشا المنسترلي الذي تم بناؤه عام 1851 ميلادية. يضم المتحف مقتنيات شخصية مثل ملابس، إكسسوارات، حقائب، أحذية وأدوات خاصة، ويضم قاعة رئيسية تحتوي على 8 صناديق عرض زجاجية تضم تلك المقتنيات بجانب قاعة السينما يعرض فيها فيلم تسجيلي مترجم باللغتين الإنجليزية والفرنسية لأم كلثوم، ومقتطفات من قصة حياتها وأجزاء من أفلامها، حيث يختتم الفيلم بجنازتها.